السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أصدقائي أحلى متابعين، يا رب تكونوا في خير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. الناس اللي عايزة تربي بط عشان تعملوا مشروع لرمضان قبل رمضان ومش عارفة تربي وتجيب نوع إيه، لإن أنتم عارفين طبعًا إن البط مواسم، يعني بيكسّب أكتر لمّا يكون داخلين على موسم خاصةً طبعًا موسم رمضان. أي مكسب وأي ربح هيساعد شوية في الغلا يعني اللي إحنا فيه ده، لو هتجيبي 20 أو 30 بطاية كده في البيت أو حتى 10 بطات وتوزّعيهم على الجيران، فده يعني هيطلّع لِك مكسب إن شاء الله بإذن الله كويس، بس محتارة ما أنتيش عارفة تجيبي إيه، أو حتى لو أنتِ عايزة تربي في البيت عشان قبل رمضان ومش عارفة تجيبي بط مسكوفي والّا تجيبي بط مولر والّا هتجيبي نوع إيه بالضبط، طب مين الأسرع في النمو ما بين المسكوفي وما بين المولر ومحتارة، طب مين أكتر في الربح مش عارفين مين فيهم الأكتر في الربح ومين فيهم الأنسب إن إحنا نربيه في الشتا، لإن أنتم عارفين طبعًا إن إحنا داخلين دلوقتي على الوقت الشتا، طب مين فيهم الأسهل في التسويق أو حتى هنسوّق إزاي، الفيديو ده هاجاوب لكم فيه على كل الأسئلة وبالتفصيل. اديكم بس يالّا على اللايكات، خلّيكم كمّلوا معايا الفيديو للنهاية، انزلوا يالّا اعملوا اشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش أي حاجة من اللي بتقدّمها القناة. أول حاجة هنبدأ بيها وهو البط المسكوفي. البط المسكوفي ده نوع أصيل أو أصلي، يعني نقدر نعمل منّه سلالة في البيت، سواء بقى إن أنتم هتربّوه علشان الأكل أو أنتم هتربّوه عشان مشروع وتقدروا إن أنتم تخلّوا برضه منّه يعني شوية ديكور على نِتي وتقدروا تعملوا منّه سلالة تاني، لإن هو بيبيض زي الفل ما فيش فيه أي مشكلة. البط المسكوفي هو بَط في منّه نوعين، هو بَط في منّه الخليط اللي هو بيتخلّط مع البلدي وده برضه في الرقد بيبقى ممتاز، وفي بَط المسكوفي اللي هو البيور اللي هو الR41 وده اللي بيجيب أوزان عالية جدًا عن البَط الخليط المسكوفي. طبعًا بالنسبة للطعم، فإحنا متّفقين إن البَط المسكوفي طعمه حلو جدًا وليه جمهور عريض جدًا، جدًا، لإنه هو أقرب حاجة للبلدي، لإن البلدي ده هو king في الطعم طبعًا يعني، هو king البط، لكن للأسف طبعًا ما ينفعش نعمل منه مشروع أو ما ينفعش حتى نربيه دلوقتي لرمضان، لأن هو بياخد وقت طويل أوي وبيطلّع وزنه قليل. لكن في الطعم فهو الking أو التحفة أعلى حاجة يعني هو البط البلدي. يليه بعد كده في الطعم هو البط المسكوفي. كمان البط المسكوفي هو بط هادي ونضيف ما بيعملش دوشة، يعني لو أنتم هتربي مثلًا في البيت أو على سطوح أو في مكان حواليكم مثلًا جيران أو حاجة، ما تقلقوش تمامًا لأن هو ما بيعملش دوشة وما حدش أصلًا هيكون عارف إن أنتم عندكم بط إلا طبعًا في الريحة، فطبعًا لازم كده، كده هيكون في نضافة، خلاص؟ طيب بيكبر في وقت قد إيه؟ بيكبر في حوالي 90 يوم، يعني 3 شهور، ده علميًا إن هو بياخد 3 شهور، لكن كمان إحنا بنسيبه ل4 شهور علشان يجيب وزن أعلى، وعلشان كمان يكون لحمته نشفت. بياكل بقى قد إيه؟ بياكل حوالي 12 كيلو للبطاية الواحدة طبعًا يعني، بتاكل حوالي 12 كيلو علف خلال فترة الدورة بتاعتها. طبعًا لو إحنا هنعمله مشروع فهو يعني الأساس إن هو يتربى على العلف، ثم علف، ثم علف، علشان يجيب معاكم وزن كويس. لكن لو أنتم عايزين تعملوه للبيت فطبعًا الأساس إن إحنا هنأكله أول شهرين بيكون علف، أول شهر بيكون علف اللي هو البادي اللي هو السمسم زي بتاع الفراخ كده اللي هو تركيز 23%، وبعد كده الشهر التاني هنحط علف اللي هو تركيز 21% اللي هو النامي، وبعد كده نقدر نعمل له أي خلطات بس برضه لا غنى تمامًا، تمامًا عن العلف. فكده يبقى البط المسكوفي بيكبر في حوالي 90 يوم إلى 120 يوم، يعني 4 شهور، لكنه بيجيب وزن عالي. يعني بصراحة هو بيجيب وزن أعلى من المولر، يعني ممكن مثلًا الدكر أحيانًا لو هو الR41 بيوصل حوالي مثلًا ل6 كيلو، النتاية ممكن توصل ل3.5، 4 لأن النتاية طبعًا بتبقى معروف إن هي وزنها بيكون أقل من الدكر. لكن نيجي بقى ل ل ل لمشكلته وهي برضه المناعة. مناعته قليلة شوية خاصةً يعني في الشتا، بيتبهدل جامد ومحتاج رعاية ومحتاج تدفئة خاصةً في العمر القليل، يعني تدفئة محترمة كده، ما حدش يقول لأ أنا مش هاشغّل له لمبة صفرا أو مش هاحط له دفاية أو كده، خاصةً لمّا يكون الجو ساقعة، لأ، لازم المسكوفي بيحتاج تدفئة عشان مناعته بتكون ضعيفة. تاني حاجة من عيوبه بقى هي بالنسبة لي يعني إن هو بياخد وقت طويل، زي ما قُلت لكم كده من 3 شهور ل4 شهور، يعني دورته ممتدة شوية. ده بالنسبة للبط المسكوفي بكل حاجة، يعني يعني على قد ما أقدر، أنا مش عايزة عشان مش عايزة أطوّل عليكم أوي الفيديو، فعلى قد ما أقدر أنا جمّعت لكم كل حاجة عن البط المسكوفي. طب تعالوا بقى بالنسبة للبط المولر، البط المولر ده بط هجين ما بين البط المسكوفي ذكر بيكون مسكوفي، وأنثى بتكون من البط البكيني، وبيش يعني ما نقدرش نعملها في البيت، دي بتتهجن في المعامل، في الشركات، وبعدين إحنا بنروح نشتريه بقى ككتاكيت. ف ما بنقدرش نعمل منّه سلالة، يعني ده خاص بالتسمين فقط لا غير، هتجيبوه علشان تذبحوه للبيت أو علشان إن أنتم هتبيعوه مثلًا لرمضان أو في أي وقت يعني كمشروع، لكن البط المولر ما ينفعش إن إحنا نعمل منّه في البيت سلالة. من مميزات بقى البط المولر إن هو بيكبر بسرعة، يعني ممكن يوصل لوزن كويس في خلال 65 ل70 يوم.
وأحيانًا ناس كتيرة بتسيبه ل90 يوم عشان يكون نشف، يعني هو علميًا فهو من 65 ل70 يوم بيجيب وزن حلو حوالي مثلًا 4 كيلو، ولكن هو وزنه برضه للأمانة فهو أقل من المسكوفي، لكن وقته بيكون أقل من المسكوفي. المولر بقى في منّه وبرضه بالنسبة للصوت عشان الدوشة والناس برضه بتقلق من الموضوع ده أوي، ما فيش صوت يا جماعة، صوته برضه يعتبر هو من البط الهادي غير البيكيني والفرنساوي والشرشيري اللي هم صوتهم على طول كده عالي أوي ومسمينه بط جعجاع، لأ البط المولر هادي وصوته برضه واطي ما لوش صوت. بياكل قد إيه خلال الدورة؟ بياكل حوالي 9 كيلو، لإنه طبعًا هو دورته أقل من المسكوفي، المسكوفي بياكل 12 ده بياكل 9 كيلو علف، وبرضه البط المولر يعني أوصّيكم إن هو علف ثم علف ثم علف، علشان يجيب معاكم وزن كويس، عايزين نغيّر طعم زفارة العلف بيبقى قبل الدبح بقى بشوية، ممكن نخلّط بقى نعمل له يعني خلطة، ولكن هو العلف علشان ما يحصلش فيه الافتراس، كمان نسيت أقول لكم إن المسكوفي بيحصل فيه افتراس أكتر من المولر، يعني المسكوفي هو معروف بحتّة موضوع الافتراس ده. فكده زي ما قُلت لكم بقى خلّينا نكمّل، طَب نيجي بقى للسؤال ده كده تقريبًا كل حاجة برضه عن البط المولر، يعني ما أعتقدش إن في حاجة تانية، لإن أنا زي ما قُلت لكم أنا مش عايزة أطوّل عليكم أوي الفيديو عشان الناس تتضايق من الفيديوهات الطويلة، لكن على قد ما أقدر إن أنا قُلت لكم يعني الفرق ما بين الاتنين. كمان خدوا بالكم في الشكل يعني من وهُم صغيّرين البط المولر شكله مختلف، بس في ناس ما بتبقاش عارفة يعني الشكل أوي، فأنا هاقوله لكم كده سريعًا. البط المولر بيكون في منّه برضه نوعين، بَط مستورد اللي هو البلنشار أبو عين حمرا ده بيبقى أصفر خالص، والمنقار بتاعه بيبقى بينك كده أو لونه يعني أبيض، والرجل ممكن تبقى صفرا وممكن برضه تبقى فاتحة، وده بيبقى جاي مستورد من برّه، وده بيعمل وزن عالي جدًا، لكن طعمه ما بيبقاش حلو أوي زي البط المُلَر المحلي. وفي منّه تاني كمان مستورد غير اللي هو الأصفر بس ده، في منّه بدَقّة بيسموه بدَقّة، بيبقى فيه نقطة سودا بس على راسه، ما بتبقاش فيه أسود بقى في ضهره، الأسود في ضهره ده بيبقى بَط مولر محلي، لكن البط المولر المستورد اللي هو زي ما قُلت لكم في منّه اللي هو النوعين، أبو دَقّة ده اللي هو فيه دَقّة سودا كده على راسه، ده برضه بيجيب وزن حلو وطعمه أحلى برضه من البط أبو عين حمرا. فده يعني لو لقيتوا بقى دلوقتي إن في بَط مستورد، لإن بقى قليل جدًا والناس كتيرة أوي قالت ما فيش مستورد، فهو كُلّه دلوقتي بقى تهجين محلي، اللي هو اللي إحنا بنشتريه بقى العادي من عند أي حد ده هتلاقيه هو تهجين محلي، اللي هو بيبقى فيه نقطة في راسه أو على ضهره أو في بطنه أو كده أو رجله، وبرضه منقاره بيبقى فاتح، يعني بينك كده أو أبيض، لكن المسكوفي بتبقى ليه يعني اللي هو وهو صغير وهو كتكوت عمر يوم، بيبقى في منّه برضه أبيض خالص وفي منّه منقاره بيبقى غامق ورجليه بتبقى غامقة، بتبقى مسودة كده شوية عشان تقدروا تحددوا الفرق. الأكترية بتاعته بيبقى أسود وراسه سودا وفي عنده شريطة كده على رقبته صفرا، وبرضه منقاره بيبقى مسود يعني غامق ورجليه برضه بتبقى غامقة. تعالوا بقى لأهم سؤال الناس بتسأله بقى في الموضوع ده كلّه، مين فيهم هو أكتر ربح، ومين فيهم هو أسهل في التسويق؟ خلّيني أقول لكم إن سعر البط المولر من وهو عمر يوم الاتنين البط المولر والبط المسكوفي الاتنين نفس السعر وهُم كتاكيت تقريبًا ما فيش اختلاف، يعني ما فيش اختلاف، أنا ما فيش مرّة جِبت الاتنين وكان الاتنين مختلفين، هتلاقي الاتنين قريبين جدًا، جدًا من بعض في السعر. لكن والاتنين فيهم مكسب كويس، البط المسكوفي هو اللي عليه بصراحة الطلب الأعلى، خاصةً في رمضان، البط المولر بدأ، لإن هو في الأول ما كانش في عليه طلب كتير والناس كانت بتقلق منه يعني، لكن دلوقتي لأ، لإن هو برضه طعم لحمته حلوة ما فيهوش دهون، نفس الطعم اللي هو الطري شوية، المسكوفي لحمته أنشف شوية من البط المولر، فبرضه بقى عليه طلب، يعني بقى عليه طلب والناس برضه بقت بتطلبه كتير في رمضان، لكن في السعر هنلاقي إن أنت لمّا هتيجوا تبيعوا البط المسكوفي سعره أعلى، يعني تقريبًا بيبقى 140 جنيه للكيلو، أمّا البط المولر مثلًا بيبقى 100 و120 جنيه، 125 جنيه، على حسب بقى المكان وعلى حسب هتبيعه فين، فالبط المسكوفي بيتباع أعلى من البط المولر، لكن برضه هنرجع نقول إن البط المولر يعني بيكبر في وقت أقل من البط المسكوفي، فدي بقى على حسب ما أنتم شايفين، يعني أنا قُلت لكم كل حاجة وعلى حسب ما أنتم شايفين، فأنتم أقدر أقول لكم إن الاتنين بيكسبوا، لإن برضه البط المولر بياكل عدد كيلوات أقل من البط المسكوفي، فهتلاقي برضه إن هو تكلفته أقل، ولكن هو وزنه بيكون أقل برضه من البط المسكوفي. طب لو هنتكلم على التسويق، التسويق البط المسكوفي بصراحة تسويقه ممتاز، يعني ما فيش فيه أي مشكلة خالص، أنتم لو رُحتوا لأي حد جنبكم من الناس اللي هي بتبيع الفراخ هيشتري منكم، أي تاجر بييجي يشيل برضه البط، والناس اللي حواليكم برضه بتفضّل في ناس كتيرة جدًا بتفضّل طعم المسكوفي لإنه قريب أوي من طعم البلدي، يعني في ناس مش بتحب أوي أنا شخصيًا باحب المُلَر أوي، لإن أنا ما باحبش اللحمة تكون ناشفة شوية، والمولر لحمته بتكون طرية شوية، وفي نفس الوقت أنا يعني ما باحبش الوقت الطويل أوي إن أنا أسيب عندي طيور وقتها طويل،
تعالوا بقى كده نلخّص كل اللي إحنا قُلناه كده في دقيقة واحدة بس عشان تقدروا أنتم في الآخر تحددوا أنتم عايزين إيه، لإن ما اقدرش أنا اللي أقول أنتم يعني ظروفكم بتسمح بإيه أو أنتم تاخدوا إيه، أنا باعرض عليكم المميزات والعيوب بتاع النوعين، وأنتم في الآخر اللي تختاروا وتقرروا إيه الأنسب ليكم. فخلّينا في مقارنة سريعة كده وعُجالة، إن البط المسكوفي نقدر نعمل منه سلالة لإن هو يقدر يبيض ونقدر نجيب منه تاني، أمّا البط المُلّر لأ، هو بط تسمين فقط لا غير، لإنه بط هجين ما بيتعملش في البيت. الغرض الأساسي للبط المسكوفي إن إحنا نقدر ننتج منه لحم، يعني تسمين، ونقدر كمان ناخد منه بيض، يعني نعمل سُلالة. أمّا البط المُلَر فهو للتسمين فقط. بالنسبة للوزن، البط المسكوفي بيجيب وزن عالي، يعني ممكن يوصل لحوالي 5 كيلو، 6 كيلو، وده في حوالي 90 يوم، أمّا الأنثى توصل ل3 كيلو. أمّا البط المُلَر هو بيوصل لوزن عالي، حوالي مثلًا 4 كيلو، ولكن بيكون أقل طبعًا من المسكوفي، وأقل من المسكوفي في الوقت اللي هو 70 يوم. بالنسبة للحم، فلحم المسكوفي طعمه حلو قريب جدًا للبلدي، وهو بيكون لحم أحمر، وبيكون يعني لحمته حلوة. بالنسبة للبط المُلَر لحمته طرية، وبيكون سهل برضه في الطبخ، يعني يعني ما بياخدش وقت، وفي نفس الوقت برضه طعم لحمته برضه حلو، لكنه أقل في الطعامة شوية من البط المسكوفي. ده برضه الأكل أذواق يا جماعة في الآخر. بالنسبة للصوت، ده صوته هادي، والمُلَر برضه صوته هادي، والاتنين يعني ما بيعملوش دوشة جامدة جدًا يعني. بالنسبة بقى المناعة، البط المسكوفي أقل مناعة من البط المُلَر. البط المُلَر أعلى منه في المناعة، وزي ما قُلنا ده بياخد 90 يوم إلى 4 شهور اللي هو المسكوفي، والمُلَر بياخد حوالي 70 يوم إلى 90 يوم. أنا كده عرضت لكم كل حاجة، أنتم بقى تقدروا تحددوا إيه الأنسب ليكم، وكل واحد يقدر يختار إيه النوع المناسب ليه اللي يقدر إن هو يعمل منه مشروع أو حتى يربيه في البيت. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة، تدعموني يالّا بلايك، وما تنسوش عشان في فيديوهات قوية جدًا نازلة الفترة اللي جاية. أي حاجة أنتم عايزينها، عايزينّي أعمل بيها فيديو أو أي سؤال، اكتبوا تحت في التعليقات، أنا بارُد عليكم كلّكم. أشوفكم على خير يا أصدقائي، السلام عليكم. ما تنسوش بقى دعوة حلوة لو أنتم استفدتوا من الفيديو، دعوة كده حلوة لأختكم في الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.